اهلا بكم في الفيديو الجديد من كورس التواصل. بفكركم ان في فيديو جديد هينزل كل يوم سبت الساعه 3 بعد العصر. وبفكركم ان الكورس ده مهم جدا سواء على مستوى حياتنا الشخصيه او حتى حياتنا المهنيه، عشان تقدر تتواصل بشكل كويس مع العملاء او زمايلك او حتى مديرك في الشغل. فعشان كده مهم جدا نتاكد اننا عاملين سبسكرايب للقناه ومفعلين الجرس عشان تجيلك الفيديوهات اول باول، وكمان تعمل شير عشان ما توقفش المعلومه عندك. واخر حاجه ما تنساش تشوف الفيديوهات اللي فاتت. ودلوقتي يلا بينا نبدا. اهلا بيكم في رحلتنا النهارده واللي هنستكشف فيها عالم التواصل. تخيلوا معايا اننا بنبدا اليوم عادي جدا، بتفتح عينك الصبح وتقول لاقرب حد في البيت صباح الخير. دي اول لحظه تواصل في يومك. بعدها تنزل تشتري قهوه من الكافيه المفضل ليك، تبتسم للباريستا وتطلب اللي بتحبه. هنا برضو ده تواصل. ولما تروح الشغل بتدخل اجتماع وتتناقش مع زمايلك في مشروع مهم، ده كمان تواصل. لكن ايه هو التواصل بالظبط؟ التواصل ببساطة هو عملية نقل المعلومات والافكار من شخص للتاني، زي لما بتشرح لزميلك فكرة معينة او بتبعت رسالة لشخص قريب منك عشان تطمن عليه. لكن خليني اقولك، التواصل مش مجرد كلمات بنقولها، هو كمان نبرة صوت، لغة جسد، وحتى طريقة نظرك وانت بتتكلم. التواصل هو أداة بنستخدمها كل يوم عشان نوضح أفكارنا ونفهم الناس اللي حوالينا. طيب يا ترى إيه أهمية التواصل في حياتنا؟ هنا خليني أحكي لكم قصة صغيرة. تخيلوا موظف جديد في شغل، أول يوم ليه مش عارف يتواصل بشكل كويس مع زملائه، مش عارف يسأل عن المهام أو يفهم المطلوب منه بشكل واضح. طب النتيجة؟ هو مش قادر يأدي شغله زي ما هو عايز، والشركة كمان مش مستفيدة منه. لكن بمجرد ما يبتدي يتواصل بشكل فعال، كل حاجة هنا بتبدأ تتغير. بيقدر يسأل، يفهم، ويبدأ يشارك بأفكار جديدة. فالتواصل هنا بيساعد يبني علاقات قوية ويشتغل بكفاءة أعلى. حتى في حياتنا اليومية التواصل بيكون زي الجسر اللي بيربط بيننا وبين الناس التانية. لما بنتكلم كويس بنقدر نوصل أفكارنا، نحل مشاكلنا، ونخلق علاقات أقوى وأفضل. وهنا بقى نيجي لأهمية التواصل في خدمة العملاء تحديدا. في خدمة العملاء التواصل مش بس مهم، ده الأساس كله. تخيلوا معايا عميل بيتصل بخدمة العملاء، عنده مشكلة في الخدمة وهو متوتر وغضبان. هنا بقى دورك كموظف إنك تفهم العميل ده، تتواصل معاه بحرفية وتهديه. لو قدرت تسمع له وتوضح له الحلول المتاحة، ساعتها ممكن تقلب الموقف لصالحك وتخلي العميل ده مبسوط ومرتاح. التواصل الفعال في المواقف دي هو اللي بيفرق بين تجربة عميل ناجحة وتجربة تانية غير مرضية. واحنا هنا مش بس بنقول كلام، احنا بنعمل فرق حقيقي في تجربة العميل. عشان كده خلينا اقول لكم شوية نصايح هتفيدكم في التعامل مع العملاء. أول حاجة، اسمع للعميل بتركيز، مش مجرد تسمع، لكن حاول تفهم بالظبط هو عايز ايه. تاني حاجة، خلي نبرة صوتك دايما هادية وودودة، الناس بتحب تتعامل مع حد صوته مريح ومتفهم. تالت حاجة، خليك واضح ومحدد في كلامك، العميل محتاج يفهم بالظبط هو ايه اللي بيحصل بعد كده. وأخيرا، اتأكد ان العميل فهم كل اللي قلته، لأن الفهم هو الخطوة الأخيرة والمهمة في التواصل الفعال. في النهاية، التواصل الفعال هو المهارة اللي بتفتح لك أبواب النجاح في حياتك المهنية والشخصية. تواصلنا هو اللي بيخلينا نفهم بعض ونحل مشاكلنا ونبني مستقبلنا. جاهزين؟ يلا بينا نبدأ الرحلة دي مع بعض.